عن طيبة الجنة الكون غنى والكل بيتعلم منا، أفكارنا حياتنا وتفانينا والعالم كله يغني لله لله لو لله لله لا لله لله لو لله لله لا. سنوحي وحابي وتيتي شيرين، سنوحي وحابي وتيتي شيرين، أنا مشهور كده وسط أصحابي مع تيتي شيرين وكمان حابي، أحلامنا بريئة وجريئة هنحققها بأي طريقة، وبلدنا الحلوة نغني لها سنوحي وحابي وتيتي شيرين. سنوحي وحابي وتيتي شيرين، رغم شقاوتي وصغر سني ولا حد في يوم زعل مني، بفرح والعب بس بذاكر وبحب صحابي ومدرستي والدنيا الحلوة تغني لنا ميموس يا حبيبنا. يا ليلي 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 يا ليلي. انا مش فاهم ليه يا سنوحي بابا على طول مكشر وبيزعق. انا بقى بابا على طول عصبي ومتضايق، ده انا طول الوقت بحاول اضحك معاه واقول له نكت برضه ما بيضحكش. مش جايز ده السبب؟ يمكن دمك تقيل وانت بتقولي النكتة. لا يا سنوحي، تيتي شيري دمها خفيف جدا. قولي لنا النكته اللي قلتيها له النهارده مثلا. مرة واحد معدي من قدام ابو الهول، سأله قاعد كده ليه؟ قال له بتشمس. قال له دلوقتي مفيش شمس، في قمر، انت بقى قاعد كده ليه؟ ابو الهول قال له بتأمر. وبعدين حصل ايه؟ خلاص ولا قبلين. طب هو مستحملك عشان باباكي، احنا نستحملك ليه؟ شمس بتشمس، قمر بتقمر. هي النكتة بايخة؟ لا يا تيتي شيري، دي زي العسل، بس احنا اللي ما بنعرفش نضحك. اطمني يا تيتي شيري وتأكدي ان العيب مش في باباكي. لا يا سنوحي، الكبار كلهم مشغولين وواخدين الامور جد قوي. ده مش عيب يا حابي، ما هم برضو قدامهم مسؤوليات. يعني احنا لما نكبر هنبقى كده مهمومين وما بنهزرش؟ انت بالذات بعد النكتة اللي قلتيها دي لازم تبقي كده وما تهزريش. اقعد ساكت. شفتي؟ حتى الطائر طفش منك. لا ده ما هربش مني، ده هرب من خوفي. روحي يا تيتي شيري، احسن حاسس ان المعمل هينفجر. تخيل يا سنوحي لما الظابط هامان بيلاقي بقال مزود التسعيرة، بيقول للظابط اللي معاه ايه؟ حنطوله المحل. التلاميذ في مدرسة بيت الحياة بيدرسوا كل المواد بشكل عملي، لكن في مادة شؤون الدولة محتاج أجيب المتفوقين يعيشوا في قصر الفرعون ويشوفوا بالتجربة العملية إزاي إدارة الدولة بتناقش أمورها في داخل القصر. معلم كاموس، مش شايف إن الموضوع ده كبير جدا على دماغ الأطفال الصغننين؟ يا كاهن حابس لب، الأطفال الصغننين اللي أنت بتتكلم عنهم هم بكرة اللي هيتولوا أمور الدولة، فأنا شايف إن إعدادهم بدري شيء مهم. بشكل عملي ده شيء مفيد فعلا. يعني الأطفال يجوا هنا ويقعدوا وسطينا وإحنا بنتناقش وبناخد قرارات وناخد رأيهم كمان. أنا برشح 3 من أفضل المتفوقين عندنا في المدرسة، سنوحي وحابي وتيتي شيري. وأنا موافق. وأنا رشحتكم أنتوا ال3 علشان تقيموا في قصر الفرعون 4 أيام ب3 ليالي. إقامة كاملة؟ يعني فطار وغدا وعشاء؟
عارفين يعني ايه الفرعون هيستضيفكم في قصره؟ يعني هنلعب في جنينة اللوتس. دي استضافة عشان تدرسوا مادة شؤون الدولة بشكل عملي، مش رحلة. يعني ايه نبقى في قصر الفرعون وما نلعبش في حمام السباحة الكبير ابو نافورة؟ لو طلبت منه نتزحلق في الزحاليق الملكية أكيد مش هيرضى. انا اللي هتزحلق الاول. موافق، بس اوعي تقولي قدامه نكت من بتوعي. أبو الهول بيتأمر والجو ده. أكد عليها يا سنوحي، حضرة الفرعون اسمه توت. دي فترة دراسة، يعني جدية وتركيز واستيعاب لكل صغيرة وكبيرة. انتوا مش رايحين تلعبوا وتقولوا نكت. يلا روحوا استعدوا. أنا هاخد معايا مضارب الكورة، وانت يا سنوحي اوعى تنسى تنفخ العوامات. ينفع اخد السحلية بتاعتي معايا؟ أنا مش مصدق نفسي. ممكن أصحى الصبح ألاقي نفسي نايم في سرير مفروش بحصير ملكي وافطر مع الفرعون على أنغام الموسيقى. ياه. سنوحي، طب لو الفرعون زيه زي كل الكبار، مكشر دايما وجد قوي، هنستحمل نعيش 4 أيام و3 ليالي في الجو ده؟ على رأيك ده بابا شايل مسؤولية بيت وعلى طول مكشر وعصبي، فما بالك الفرعون اللي شايل مسؤولية دولة. انتوا كده قلقتوني. عارف نفسي في ايه يا سنوحي؟ نفسي اخترع مزيج اللي يشربه ما يبطلش ضحك، ونشربه لكل الكبار ونقضيها ضحك وفرفشه، ولا يبقى في حد يشخط فينا ولا يتنرفز علينا ولا حتى يكشر في وشنا. محتاجين متطوع. بيكوا يا ولاد. المشرف على إقامتكم هنا همان. عاوزكم تحسوا إنكم في بيتكم بالظبط. في برنامج محدد معمول لكم، أهم ما فيه حضوركم مناقشات أمور الدولة. في أي حد فيكم له طلب أو استفسار؟ قول له على موضوع حمام السباحة. قول له على موضوع الزحاليق وجنينة اللوتس. في حاجة؟ سنوحي كان ليه استفسار. خش يا سنوحي بقلب جامد. في ايه يا سنوحي؟ لا ابدا، بنسأل عن امتى هنبدأ متابعة اجتماعات مناقشة امور الدولة. النهارده انا مشغول مع ضيف زائر، من بكره الصبح نبدأ الاجتماعات. امان؟ امرك. وديهم اوضهم واسهر على راحتهم. قائد الحرس همان، هو البرنامج بتاعنا ما فيهوش لعب؟ انتوا هنا في مهمة رسمية. ما ينفعش يعني يبقى في بلبطة في حمام السباحة؟ أو حفلة موسيقى فيها رقص وألعاب سحرية. لو قلتوا الكلام ده تاني ممكن المهمة تتلغي. قائد الحرس همان، انت ليه مكشر قوي كده؟ انا مش مكشر، دي طبيعتي. قولي له نكتة من بتوعك يا تيتي شيري. لو سمعت نكتة من نكتها ملامحك هتتغير. طبعا بدل ما هو مكشر هيبقى متغاظ. شفت يا حبي همان مكشر على طول ازاي؟ عضلات وشه ما بتوجعهوش من كتر التكشير؟ اكيد وهو صغير ما كانش كده. تفتكر المشروب بتاعي ممكن يفرد له وشه شوية؟ ما ظنش يا حابي، وش همان عشان يتفرد لازم يتحط تحت الهرم الأكبر 4 أيام. أنا متأكد لو المشروب بتاعي شربه همان هيبقى أخف دم في الدنيا وهتتفك العقدة اللي في وشه. بس ممكن لو الفرعون شافه بيضحك أو بيهزر تبقى مشكلة ليه ويتعرض للأذية ونبقى احنا السبب. أفهم من كده إنك واثق في إن اختراعي لازم يكون ناجح. مين عارف؟ يبقى فاضل بس نعرف إزاي هنخليه يشرب المشروب ده. قدامكم ربع ساعة وبعد كده تتوجهوا لقاعة القراءة علشان تطلعوا على الدستور.